أمس نزلت بوست حق أخونا سالم خماس، وهو يتكلم عن اللي يستعرضون ممتلكاتهم. طبعا هذا المقطع أنا جايبنا من بودكاست. البودكاست طويل وسولفوا فيه عن وايد مواضيع، ولكن عيبني لما طرح هاي النقطة. شو أنا بقول لكم شيء، في الآونة الأخيرة لو تلاحظون في وايد تجار ومستثمرين أصحاب المليارات المعروفين الثقال اللي هم عصب الاقتصاد أو القطاع الخاص، طلعوا في ندوات، مؤتمرات، بودكاستات، تكلموا عن قصص نجاحهم وكفاحهم وعملهم والتحديات والمصاعب، واللي يقول أنا ابتديت من الصفر والسرد قصة نجاحه وكيف كون الثروة وكيف صرفه والأشياء الخيرية. ولكن وفي حد منهم بالغ يمكن، وفي حد منهم مرات يمكن كلامه مش منطقي، واللي بعد بهارات، ولكن ولا واحد فيهم استعرض ممتلكاته. تلقاه دائما هو يسولف يحمد ربه ويشكره ويتكلم عن الأعمال الخيرية. هذه تطبق عليهم الآية وأما بنعمة ربك فحدث في الأمور المالية. طبعا نعمة ربك في كل شيء، في المال، في الرزق، في العيال، في البركة، في البر، في كل شيء، ولكن أتكلم عن المال. وفي المقابل عيال فقر يصورون لك ساعات غالية وكاش، يصور لك كاش مبالغ كبيرة في السيارة، ولا منشحنها على الكرفاية وطيارات. أقسم والله العظيم أنا ما أعرفوا لما يسوون هاي الحركات، يعني أنت حاط في بالك أنك أنت تبهر الناس، والله العظيم الناس تشوفك بنظرة ولد فقر وأنت مو بشايف خير. الموضوع مو موضوع حسد، الله يبارك ويزيد الجميع ويرزق الجميع، ولكن اللي تسواه في عمرك هذا غلط. يومي واحد يعني مثلا يقول له يعني ليش طلع عمرك بهاي الصورة وتصور وتبين حق الناس انك انت مو بشايف خير، يقول لك لا واما بنعمة ربك فحدث. هني المصيبة، الآية فاهمينها غلط. وانا ما بتفلسف بالدين، ادخل واسأل شو معنى الآية زين وبعدين تعرف.